نزلت لقيت حماتي بتخبز عيش بلدي في الفرن الفلاحي. قالت لي يلا يا اختي وريني شطارتك كده، هتعملي لنا ايه النهارده؟ رحت جايه قلت لها هعمل لك النهارده حاجات حلوه بقى. سيبنا بقى من الحادق ونخش على الحلو. عملت صينيه كيكه بدقيق الذره. وعملت ايه تاني؟ عملت صينيه رز معمر بالسكر. ما احنا سيبنا بقى من الحادق ونخش على الحلويات. فقالت لي يلا يا اختي ورينا هتعملي لنا ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايلكم بفيديو حلو قوي. انا نزلت لقيتها بتخبز، عجنت وقرصت العيش كده، قطعته وبتخبزه بقى. انا قلت اوريكم مقطع كده ان شاء الله، هصورلكم الفيديو من الاول قريب ان شاء الله. هو العيش ده بيتعجن وكده. انا حبيت اصور لكم المقطع ده معايا. هي دلوقتي لقطت العيش وراحته على المطرحه، وسلفتي ايه قاعده قدام الفرن. الفرن ده الفرن الطين الفلاحي، بنخبز فيه العيش الطري اللي كنا خابزين برضك فيه الفطير بعصيدة. تمام. هي كده بتلقط العيش وبتحط شوية رد على المطرحة وبتلقط الرغيف، وكده بقى هتريح الرغيف زي ما انتم شايفينه بالشكل ده لغاية ما تكبره، وبتحدفه الفرن. شايفين العيش ما شاء الله اللهم بارك قابب وجميل ازاي، بألف هنا يا رب. ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي. طعمه حلو، تسلم ايديها. اهو كده بقى العيش اهوت بتلقطه بالشكل ده كده، بتكبره على ايديها شويه وبتكمل ايه تكبره على المطرحه. حط شويه رده وكده بتريح العيش زي ما انتم شايفينه بالشكل ده كده، وبعد كده بتدخله الفرن. ما تنسونيش بقى باللايك يا حبايبي وبكومنت حلو كده منكم. كده العيش في الفرن، شايفين شكل العيش تحفه. وكده بقى العيش بعد ما بيطلع من الفرن بنشققه كده عشان بندخله تاني الفرن يشد معانا شويه، نلدنه يعني اسمه بيتلدن. كده بنشققه بالشكل ده. بنجيب نقطع العيش نصين زي ما انتم شايفين. انا بوريكم الشكل اهوت. احنا بنقطعه بالشكل ده كده وبندخله تاني الفرن يتلدن. يلا بقى كده العيش خلص، تعالوا ما نشوف هنعمل صينيه الرز المعمر. انا معايا بقى هنا نص كيلو رز، انا غسلاه ومصفيه من الميه كويس. تمام بالشكل ده زي ما انتم شايفينه كده. انا هعمل الرز بتاعي بالسكر. كده بقى معانا زبده، دي زبده صفرة، ومعايا قشطه. انا هحط الزبده كلها عشان الرز بتاعنا يبقى حلو وفيه خير يعني. انا هحط الزبده بتاعتي، ودي قشطه هحطها على الوش. القشطه ديت انا شايلها من على وش اللبن، كان ما شاء الله اللهم بارك اللبن كان فيه خير يعني فعمل وش. فالقشطه دي احنا ايه هنحطها على وش الرز في الاخر. طبعا انا همسك الزبده بتاعتي بالرز واغلفه كويس، اغلف الرز بالزبده زي ما انتم شايفين كده بايديا، وهرس الزبده كلها في قلب الرز زي ما انتم شايفين كده. تمام. هقعد اقلب بقى في الرز والزبده. السكر بتاعي انا بنقعه في ميه عشان يدوب. تمام. انا بنقع السكر بتاعي، ما بحبش انا اقلبه على الرز. كده بقى انا بقلبت الرز زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. كده الرز خلص اهوت. الرز المعمر في الفرن الفلاحي بقى طعمه وريحه وحاجه تانية بصراحه حلوه قوي. كده بقى انا معايا بقى هنزل باللبن. هو عندك بقى عايز ينزل باللبن كله تنزلي يعني تعملي الرز بلبن كله عادي، تعملي نص لبن ونص ميه برضك عادي. انا مدوبه السكر بتاعي في ميه، فانا هنزل بنص الكميه لبن وبقت الكميه ميه. انا بوريكم الكوبايه دي انا معايراها. الكوبايه دي كوبايه ونص سكر ومدوباه على نص لتر من الميه. هوريهولكوا بقى بالشكل ده. هو دوت السكر، هو كده اتدوب معايا اهوت. كده بقى انا هنزل بالكميه بتاعتي، بكميه الميه بتاعتي على الرز وهقلبه بقى بالشكل زي ما انتوا شايفينه كده. كده خلاص انظبط معايا، انا مش محتاج مني ولا ميه ولا لبن تاني.
هنزل بقى بكيسين من الفانيليا عشان تدينا رحم وطعم وريحة حلوة، وهقلبهم بقى كده. الرز بتاعي خلص. انا بقى هنزل بقى احط عليه معلقتين من القشطة. دي برضك عايزة تحطي قشطة حطي، ما عندكيش مفيش مشكلة برضك عادي. انا هحط معلقتين من القشطة بالشكل ده. انا كمني ماسكة التليفون بايد وبحط القشطة بايد، فانا مش مالكة كويس. انا كده حطيت معلقتين القشطة. وتعالوا نشوف بقى الرز بتاعنا بعد ما دخلناه الفرن وخرج. يا سيدي على الجمال، تحفة، طعمه حلو قوي وريحة حلوة. تعالوا بقى نشوف هنعمل الكيكة ازاي. كده بقى انا معايا كوبين سكر. انا كده نزلت بالكوب الاولاني زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. هنزل بقى بالكوب التاني. انا كده معايا كوبين سكر. تمام يا جماعة، عشان انا هعمل صينية كبيرة. ومعايا برضو كوبين لبن، 2 من اللبن. كده هنزل بكوبين لبن كده، واحد اهوت. كده الكوب التاني. كده كوبين سكر وكوبين لبن. تمام. ومعايا بيضتين، انا مبحبش البيض بتاعها يبقى كتير، هنزل ببيضتين. هنزل بقى بمكعبين من الزبدة. هنزل بقى بنص كوباية من الزيت، نص كوباية من الزيت، ومعلقة وبتاع مكعبين زبدة. وكده بقى انا هنزل بالكيسين فانيليا. انا بقول لكم انا هنا معايا كوب دقيق عادي، ومعايا كوب دقيق ذرة. انا هعملها بالدقيق الذرة، نص ونص كده ونص كده. انا كده هحط كيسين الفانيليا بقى وايه، وهبدأ اضرب الخليط ده في الخلاط. شايفين بقى كده هضربه في الخلاط وارجع لكم تاني. وكده بعد ما ضربته في الخلاط بقى كويس، انا هحط الخليط بتاعي في بولة عشان ننزل بقى بالدقيق. هنزل بكوباية الدقيق. انا هحتاج نص كوب، نص كوباية كمان، يعني كوب ونص، وكوباية ذرة، وكوب دقيق ذرة. متكترش الدقيق الذرة قوي. انا كنت بحب احط النص ونص، بس انا ايه اللي احتاجت كمان دقيق تاني. انا كده حطيت الكوباية الدقيق العادي وكوباية دقيق الذرة. تمام. وديت ايه، هي كوباية مش مليانة قوي، يعتبر نص كوباية. تمام. انا هنزل بالدقيق بتاعي لغاية ما احس ان خلاص القوام انظبط معايا. كده نزلت ببقية الدقيق بتاعي لغاية ما القوام ايه، جاهز بالشكل ده. ما تنسوش البيكنج باودر. انا هنزل بقى بكيس بيكنج باودر. اهم حاجة البيكنج باودر عشان هو اللي هيخلي الكيكة بتاعتنا حلوة. انا نزلت بقى بالكيس البيكنج باودر وهقلب لغاية ما تخلص معايا بالشكل ده. معايا بقى صينية دهنها زيت ومبدراه بشوية من الدقيق. هنزل بقى بالخليط بتاعي في قلب الصينية. الصينية دي حاجة تانية. هخبطها بقى خبطتين كده على الرخامة وندخلها الفرن. كده بقى تعالوا بقى شوفي واحنا مدخلينها الفرن. حبيت بقى اوريكم وانا بدخلها الفرن. الفرن خلاص كده لازم نكون مدخلها، يكون الفرن بارد خالص، مفيش اي حاجة، يكون هادي عشان الكيكة بتاعتنا ما تتسلقش في الفرن. كده خلاص دخلناها في النص بقى ونسيبها تستوي. تعالوا بقى شوفوا، ده قرص بيض سلفيتي كانت عاملاه، هبقى اعمله لكم بعد كده برضو ان شاء الله باذن الله. هعمله لكم واوريكم بتتعمل ازاي، حلو او برضو واقتصادي وجميل. تعالوا بقى نشوف الصينيه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. هي وهي بتستوي بقى فتحت من النص كده، بس طعمها وريحتها تحفه، بجد تحفه. الفرن ده بيخلي الحاجه جميله. تعالوا بقى نشوفها واحنا بنقطعها. انا كده خدتها وطلعت عندي
وقلت بقى اقطعها واوريها لكم معايا شكلها عامل ازاي. انا بحب كيكه الفرن دي قوي، بتبقى حلوه وطعمها جميل قوي. وفرصه بقى يعني الواحد لما يكون الفرن شغال فرصه. شايفين الجمال؟ شايفين القعر وشايفين الوش، طريه وجميله بقى. الدقيق الذره مش كتير ومش بيشرق، كان هو اصلا ناعم، مش النوع اللي هو الدقيق الذره الخشن ده. شايفين الصينيه عامله ازاي من تحت؟ مش ماسكه فيها، شكلها حلو قوي وطعمها حلو وريحتها. ما تنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك في القناه. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.